أهلا بيكم في قناة فيلميزو. في الأول ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة ويلا بينا. المسلسل بيبدأ بمشهد لواحدة زعلانة وبتعبر عن ندمها لأنها بإيديها خلت الراجل اللي بتحبه يحب واحدة تانية. بعدها بنرجع لبداية الحكاية وبنتعرف على اسطنبول، مهندسة برمجيات رائدة بتطور خوارزمية حب اصطناعي بيعرف يحل المشاكل ويبني نظريات ويتعاطف مع الناس بنسب نجاح عالية لدرجة إنه ممكن يساعدهم يلاقوا الحب. اسطنبول بتقابل رجل أعمال اسمه تان اللي كان بيشك قوي في قدرة الذكاء الاصطناعي إنه يلاقي الحب. تان مش بيؤمن بالحب أصلاً وشايف إن مشاريعه ملهاش دعوة بيه، لكن اسطنبول بتأكد له إن نسبة نجاح الموديل بتاعها 75% وبتتحداه يجرب بنفسه. تان بيقترح اختبار، لو اسطنبول قدرت تخليه يؤمن بالحب أو حتى بإمكانياته هيستثمر في شركتها. اسطنبول بتوافق وبتوعده إنها هتلاقي له حب حياته في أسبوع واحد بس عن طريق 3 محاولات بس. اسطنبول بتبدأ تدور على شريكة مناسبة لتان. تاني يوم الصبح بتبلغه إن أول ميعاد له هيكون بالليل. اسطنبول بتوصف تان بإنه شخص مش بيؤمن بالحب بس بيدور عليه، وكشفت إنها حللت شخصيته من مقابلاته وأخباره. وصفته بإنه رجل أعمال ناجح وقاسي عايش لوحده ومش بيهمه رأي حد، لكنها وضحت إن الناس فهمته غلط وإن تحت عناده ده في تعب كبير. اسطنبول بتختار له مرشحة أولى بتشتغل في الفن. في الميعاد البنت دي بتتكلم كتير قوي عن حبها للون الأزرق وجمال السما، وكمان عن حلمها تبقى رقاصة شرقية. تام بيضطر يمشي بدري من الميعاد عشان اجتماع طارئ. بعد الميعاد تام بيقول إنه متضايق وإنها كانت بترغي كتير ومحسش بأي حاجة ناحيتها. اسطنبول بتقوله إن ميعاد التاني بكرة وده بيقلقه. تام بيتهمها إنها بتلعب لعبة ومش ناوية على استثمار، لكنها بتنفي ده وبتأكد له إنها مش بتسيب حاجة للصدفة. في الميعاد التاني تام بيقابل مرشحة تانية بتقدم له أكل صحي زي السمك والسلطة، وبتتكلموا عن أهمية إن الجسم ده ولازم نهتم باللي بناكله. هي بتعترض على أكله للزبدة والنشويات، وهو بيعترف إنه ما بيقدرش يقاوم السكر. بعد الميعاد التاني تان برضه ما بيكونش مبسوط وبيقول إنه مش مستعد لحب خالي من السكر. بيتهم اسطنبول إنها مش بتساعده وإنه بيبان على وشه إنه مش مهتم في المقابلات. هي بتنصحه إنه يبين شوية حماس ويدي فرصة للناس. في الميعاد التالت بيقابل مرشحة جديدة، بيتكلموا عن مواضيع مختلفة، والأول مرة بيحس إن في توافق حتى إنهم بيطلبوا نفس الطبق من المنيو. تان بيعترف إن اختيار الأكل مع حد عمره ما كان بالسهولة دي. بعد الميعاد التالت تان بيبقى مبسوط وبيقول لاسطنبول إنه لقى اللي بيدور عليه. اسطنبول بتبين إنها فرحانة بنجاح المشروع، لكن تان بيحس بفراغ غريب بعد ما حقق اللي كان عايزه. اسطنبول بتقوله إن العقد هيكون جاهز بالليل، بس هي مش هتقدر تيجي عشان هتسافر. لكن تان بيروح بنفسه المكتب بالعقد. بيودعوا بعض وبيبان إن تان لقى اللي كان بيدور عليه. في مشهد بعد كده اسطنبول بتعترف إنها كانت فاكرة إن المرشحات مثاليات، لكن تان بيرد ويقول مفيش حاجة مثالية، وبيكشف إن المرشحات دول ما كانوش بيدوروا على الفلوس، دول كانوا بيدوروا على ملجأ. اسطنبول بتقوله إنها نجحت وخلته يقع في الحب. تان بيمشي وبعدها بتجيلها مكالمة تليفون بتعرف منها إن تان ما حبش المرشحات، ده حب واحدة تانية خالص. في النهاية تان بيقابل اسطنبول تاني، بيسألها هي كدبت ليه وليه الخطة ما نجحتش. بتقوله إن النجاح ما كانش 100% عشان هو ما اختارش المرشحة التالتة. تام بيطلب ينهي العقد، وهنا بتيجي المفاجأة. اسطنبول بتعترف له إنها هي اللي حبته وهما بيشتغلوا مع بعض وإن العقد لسه ساري. تام بيسألها هو أنا حبيت مين؟ اسطنبول بتكشف له إنه حبها هي. تام بيتفاجأ وبعدها بيقول إنه عايز يستكشف اسطنبول ويتعرف عليها للأبد. اسطنبول بتفهم إن الخوارزمية بتاعتها مشتغلتش، لكن وجودها هي شخصياً هو اللي لخبط كل الحسابات. الحلقة بتخلص وهم في لحظة رومانسية، وتام بيسأل عن احتمالية إن 2 يتقابلوا في عالم فيه 7.5 مليار بني آدم، واسطنبول بترد عليه وتقول له أنت عارف الإجابة.